متضايق من الغلا والاسعار مولعه نار؟ تعال اقول لك تعمل ايه علشان تقدر تواجه الفتره اللي جايه دي وكمان تقدر تعديها. هتكلم في الحلقه دي عن 9 نقط مهمين جدا. اخر نقطه هي النقطه المهمه، لو ركزت فيها صدقني مشاكلك كلها تتحل، مش دلوقتي بس، ده طول عمر. بما اننا في اول شهر مارس وفي موجه غلاء والموجه مستمره معانا لسه شويه، والاسعار بتغلى ولسه هتغلى كمان ومش هتنزل دلوقتي، وده طبعا لان داخل علينا رمضان والعيد، فكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل حال من السنه دي. ومش غلو اسعار بس، فالدوله كلها متجهه في الفتره اللي جايه انها تفرض ضرايب على الناس. فلو انت عندك عقار او عندك محل تحت بيتك او عندك جراج خاص بيك، فانت اكيد وصلك الخبر بتاع فرض الضرايب الجديد على العقارات، وطبعا انت فاهم الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. فالدولة عليها فلوس كتير في الفترة اللي احنا فيها دي، فمهما كنت انت مستاء او متضايق مش هتستفاد حاجة لما تطلع تقول الكلمتين اللي محشورين في زورك. والافضل ان انت تفكر ازاي تعدي الفترة دي، ففكر ازاي تعمل فلوس. والفلوس دي مش علشان ان انت تأمن بيها مستقبل اولادك او علشان ان انت تبني بيها عمارات، لا لا طبعا لا سمح الله، ده الفلوس دي بس علشان ان انت يا دوب تقدر تواكب موجة الغلاء اللي احنا فيها دلوقتي، وتقدر توفر التزاماتك والتزامات اولادك. فعلشان ما اطولش عليك وقت الفيديو، علشان ادخل على ال9 نقط اللي انا عايز اقولهم النهارده، لو عندك وقت فراغ لازم تتعلم فيه مهارة علشان ان انت تقدر تجيب بيها فلوس. ولو جالك فرصة سفر في الفترة اللي احنا فيها دي، سافر وما تترددش، لان غني او فقير كله بيعاني في الفترة دي. فالمطلوب من حضرتك او من حضرتك، يا ريت قبل ما انقل على النقطة الاولى، يا ريت تقولوا للناس ازاي تستفاد في الفترة دي وازاي ان هم يقدروا يعملوا فلوس، علشان في ناس هتستفاد من التعليقات اللي حضرتك هتكتبها تحت. فانا تعبت نفسي وعملت الفيديو ده بحاله، فانت يا ريت ما تبخلش علينا ان انت تزود الناس بالاستفادة من عندك. والتعليق اللي هيعجبني هاخده سكرين وهنزل بيه حلقة لوحده واعمم بيه الفكرة. فخليني بقى اقول لك ازاي تقدر تواجه الغلاء في الفترة اللي جاية. هعرفك في الحلقه دي 9 نقط مهمين جدا. اخر نقطه وهي الزتونه كلها، صدقني لو ركزت فيها وفهمتها مشاكلك كلها تتحل، مش دلوقتي بس، ده على مستوى عمرك كله. اول حاجه هقولها لك في الفتره دي، وفر. طب هتوفر في ايه بالظبط؟ المطاعم مثلا، وجبه واحده لاي فرد في اي مطعم تكفي اسره من 3 ل 4 افراد. وما تقوليش برضه هطلب دليفري، اظن ان احنا ما رحناش بعيد. طب ايه تاني ممكن توفر فيه؟ الكهرباء والميه. الكهرباء لو انت قاعد في مكان، استاذنك ملوش لازمه ان الاوضه التانيه تكون منوره، ملوش لازمه لو انا عندي صالتين 2 يبقى الصاله التانيه منوره، اخفف الاستهلاك بتاعي في الانوار. لو هنام ملوش لازمه ان النور العالي يكون قايد، فياريت بس نقيد لمبه صغيره كده علشان بس لو حد صحي بالليل ما يتكعبلش. ملوش لازمه ان الشاشه تكون شغاله وكلنا قاعدين ماسكين التليفونات. وكذلك برضو الميه يا ريت ما نسيبهاش شغاله على الفاضي. طب ايه تاني ممكن توفر فيه؟ في حاجات تانيه زي الرفاهيات، زي فاتوره النت اللي انت ممكن مش محتاج لها، ولا ليك شغل على الانترنت، ولا ليك اي مجال تقدر تستفاد من الانترنت فيه. وكمان ما ننساش الناس اللي بتشرب سجاير. اقل علبه سجاير النهارده مثلا ب 30 جنيه، فعلى الاقل خالص انت في 1000 جنيه بس طاير للسجاير. فلو وفرنا سجاير، ووفرنا قعده على القهاوي، ووفرنا فاتوره الانترنت اللي ملهاش لازمه عند ناس كتير، يبقى تقريبا كده مشكلتك في غلاء الاسعار انت بالذات اتحل. تاني نقطة هيتكلم فيها النهاردة وهي الصدقة. أفضل وقت تقدر تستثمر فيه مع ربنا وهو دلوقتي. فالإنفاق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. عد انت بقى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة. والأول الأهل والجيران، فالأقربون أولى بالمعروف. ثالث نقطة لازم أتكلم فيها النهاردة، خاصة في الأيام اللي احنا داخلين عليها، وهي الملابس. الملابس في الفترة اللي جاية، طبعا حضرتك عارف ان في عيد جاي، فلو انت شخص منهم، انا ماليش دخل طبعا، بس يا ريت تعيد النظر تاني في الموضوع ده. وخليني اقول لك 3 حاجات بسرعة كده. اول حاجة طبعا لو انت معاك فلوس اشتري، انا ما بقولكش لا. تاني حاجة لو انت مصمم ان انت تشتري، فالافضل مش لازم تروح للبراندات الغالية، ممكن تنزل نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتلاقي فيه واحد محترم كده وقاعد نفسه ان حد يشتري من عنده، فالافضل ان انت تشتري من الشخص ده. صدقني اسعاره كويسه قوي، ويمكن حاجته انضف بكتير واشيك من الاماكن اللي انت ممكن تروح تشتري منها. ثالث حاجه يا ريت تبص فيها، ان انت ليك قرايب او جيران او ولاد اخواتك، لو انت عندك القدره ان انت فعلا تشتري لهم اي حاجه، يا ريت ما تتاخرش. هتلاقي ان هم دلوقتي محتاجين لك اكتر ما هم محتاجين لك في اي وقت تاني. رابع نقطه اساسيه هتكلم فيها النهارده، وهي لو انت عندك وقت فراغ والظروف صعبه، حاول تستغل الوقت اللي بعد الشغل ان انت تتعلم فيه مهارة، او افتح لنفسك حاجة في مجال انت بتحبه او بتفهم فيه.
خامس نقطة، لو انت ما بتركنش فلوس حاول ان انت تركن ولو 10% بس من الدخل بتاعك علشان الطوارئ، والافضل كمان ان انت تجمدهم في استثمار امن، ويا ريت بلاش شهادات البنوك، وكمان بلاش العقارات لانه بيحتاج سيولة منك جامدة، فالذهب ممكن افضل استثمار في الوقت ده. وخليني كمان اقول لك ازاي كمان تقدر تستثمر في الذهب بطريقة صح. نفترض ان انت معاك او معاك يا ست الكل 5000 جنيه، حضرتك هتروح تشتري بيهم سبايك ذهب. يا ريت بلاش الشغل المنقوش، بلاش نجيب الشغل المنقوش، يعني يا ريت بلاش ان احنا نجيب ولا غوايش ولا كمان خواتم ولا حلقان ولا كلام من ده خالص. سبيكه ذهب ممكن السبيكه تكون 1 جرام، ابدا من 1 جرام بس، 1 جرام 2 جرام 3 جرام. خلي فلوسك متوزعه على اكتر من سبيكه علشان وقت الزنقات ما تحتاجش ان انت تخسرهم كلهم. يا رب تكون النقطه دي واضحه. النقطة الثابتة معايا، وقبل ما ندخل عليها، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، ويا ريت تشير الفيديو ده علشان تعم الفائدة. ما تشتريش الحاجات اللي انت مش محتاج لها او لسه مش هتحتاج لها دلوقتي. خليك بس دلوقتي في الالتزامات الضرورية بتاعتك، ولو بقى معاك ولو 100 جنيه واحدة بس عينها علشان كده كده انت هتحتاج لها قدام. فليه انا بقول لك ما تشتريش دلوقتي الحاجة اللي انت مش محتاج لها؟ علشان بكل بساطة ما تبيعش في يوم الحاجة اللي انت مش هتقدر تستغنى عنها. النقطة السابعة معايا، ودي أهم نقطة، لو ظهر قدامك باب رزق أو شغل لأي حد يا ريت تساعده. فيا عالم ممكن شغلك يستغنى عنك في يوم من الأيام، فقدم السبت علشان دوام الحال من المحال. النقطة الثامنة معانا، اتقي الله في شغلك علشان المال الحرام والرشاوي هتخلي كل النقط اللي اتكلمنا فيها دي ملهاش أي لازمة، بالعكس هتفتح على نفسك غضب ربنا، ودي ملهاش حلول ولا ليها توفيق. النقطة التاسعة والأخيرة، ودي بالنسبة لي أهم نقطة، وهي اذكر ربنا كتير واحمد ربنا كتير على النعم اللي احنا فيها، واحمد ربنا كمان إن أنت مسلم وحلولك كلها عندك، بس اسعى إن أنت تعرفها. ربنا قال في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فبعد الاستغفار ده اكيد فرج ربنا كله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ورزقك على ربنا تاكد انه جايلك بس انت تاخد بالاسباب. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. بس كده خلاص، انا كده خلصت الحلقه دي، اشوفكم بخير.